السلام عليكم يا اخوان متابعي القناه، نتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير. الفيديو اليوم هو عن واحد سير انتيليجون اللي تيركب في باب الدار او باب ديال البيت. هاد البواني هذا تيخدم بالبصمه او بالكود او بلا كارت. اليوم نديروا الانبوكسين تاع هاد البواني انتيليجون، وهادي نشوفوا الجميع لي زاكسيسوار اللي تيجيو معاه ونشوفوا كيفاش نقدروا نركبوه في الباب. خليكم معايا باش نشوفوا جميع التفاصيل. الا كنتي اول مره تدخل على القناه ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس ودير لنا الاعجاب للفيديو. الا كنتي من الناس اللي متابعينا دائما ما تنساش تبارطاجي الفيديو مع اصحابك والناس كاملين باش كلشي توصل الفكره ويوليو كاع البيبان انتيليجون. خليكم معنا ندوزو للفيديو. دونك الاخوان كما تشوفوا سير انتيليجون هو هذا اللي سميتو سمارت لوك باللونجلي. كما تشوفوا تيجي في هذه الكرتونه. نديرو اول حاجه نحلو الكرتونه، تجي معاه لا فاكتور ديال لا ليفريزون، تيجي معاه هذا الكتيب اللي فيه التعليمات كيفاش انك تكونيكتيه وجميع التفاصيل على هذا السلول. تيجي معاه هاد الورقه اللي فيها الحساب باش انك دير الفصاله في الباب، باش انك دير له البلاصه ديالو، كيفاش انك تقدر دير كلشي. وتيجيو معاه هاد لاكاش، هذه هي اللي كتكون في الباب في الكادر باش انها كي يتحل ويتسد فيها هذاك سير انتيليجون كما تشوفوا. وهذه باش ما كتدخلش التراب والغبره لاكاش. هنا كما تشوفوا الاخوان هذا هو القفل اللي كيجي مع لا سير انتيليجون. واخيرا هو هذا البواني كما تشوفوا تقريبا فيه شي 35 سنتيم او 30 كبير. بالنسبه لهذا الاغلبيه الناس كيديروه نورمالمون في البيبان ديال الديور. انا فضلت باش نديرو غير في الغرفه حيت الباب ديال الدار بغيت نخليها ديال الحديد. دونك هذا هو الجهه الداخليه اللي كتكون في قلب الغرفه، وهذا هو البواني اللي تيجي من برا كما تشوفوا. هذا هو الشكل ديالو من الداخل، وهذا الشكل ديالو من برا. وكما تعرفوا تيجي معاه هاد لي زاكسيسوار هادو كاملين. وطبعا الى تقطع عليه الضوء كيجيو معاه هاد السوارت، تقدر تحلو بهاد السوارت. وهادو هما اللي كارت اللي يمكن لك تاكتيفي معاه باش تقدر تحل بلا كارت سمارت لوك. دونك هادشي اللي كاين، هادشي هو اللي تيجي مع السير انتيليجون كما تشوفوا. دونك هادشي هو اللي تيجي مع سير انتيليجون كما تشوفوا. البواني من داخل من برا، لي زاكسيسوار، لي كارت، لي كلي، لاكاش والقفل، وهذه ديال باش تصوب في الباب. اليوم غادي نوريكم كيفاش انكم تصوبوا هاد السير الالكتريك في الباب بوحديتكم، ونشوفوا ان شاء الله كيفاش يجي. خليكم معنا باش ندوزو التركاب ديالو في الباب. دونك اخوتي هادو هما لي زاكسيسوار اللي كانوا في هذا الباب كما تشوفوا، كان بهذا الشكل هذا. دونك حيت لي بواني وحيت حتى القفل اللي كان في هذا الباب. دونك الاخوان اول حاجه غادي نديرو هو غادي نطراسيو الباب. انا بغيت في هذا القياس هذا. دونك غادي نلصقو هاد الورقه بشريط لاصق. دونك اول حاجه نطراسيو هاد التقابي.
ومن بعد نتراسيو الباب. تشوفوا واحد الحاجه بالنسبه لهذا القفل هذا، انا الباب عندي تيتحل هاد الجهه، دونك خصني نقلبو للجهه الاخرى. اول حاجه كنديرو كنرجعو طلعو هاد شفتوا هاد هنا تيعطيوك كيفاش انك تبدل القفل. تطلع هادي ها هي بحال هكا، كتدخل القفل بلاصتو، كدورو هاد اللسان وتيرجع، وها هو تيهبط اوتوماتيكمون وتيولي الباب تيتحل وتيتسد بالمقلوب. دونك كنعبرو تنشوفو شحال فيها من سنتيم. دونك ها هي كاينه 2 سنتيم باش نشريو الميش اللي غادي نحفرو به في العود. دونك هنا غادي نحفرو بالميش ديال 20 هنا وهنا، وهنا ديال 30 وهنا ديال 15 وهنا. دونك الاخوان بما ان البوني خصو يكون على اليمين، هو كي تيخرج من الشركه تيخرج دائما الجهه ديال اليسار، دونك حنا بغيناه على الجهه ديال اليمين. غادي نقلبو نحلو هذا الفيس هذا ونقلبو البوني ونردو الفيس هنايا. دونك اول حاجه تنحلو هذا الفيس هذا حتى الاخر ديالو، ومن بعد تنقلبوا البواني بهذه الطريقه هذه وردوا الفيس لهنا لبلاصتو. دونك هنا ملي تتحل تيرجع. دونك ها هو دابا ولا الجهه ديال اليسار. ونفس الطريقه حتى نديرو حتى البواني ديال على برا. كنحلو الفيس ما تنساوش هنا بالنسبه للبواني ديال على برا فيه واحد النظام اللي هو واحد السهم خصو يكون دائما لتحت، هذا السهم هذا حتى الى قلبنا كما تشوفوا غادي نقلبوا ونرد الفيس هنا ها هو. ومنين نسالي غنحاول نرد السهم لتحت، لان الا ما كانش السهم لتحت كان الفوق مثلا يعني ما عمره غادي يتسد اوتوماتيكمون. واخا اي واحد يقدر يحلو ما عمره غادي يتسد، دائما هادي يبقى محلول واخا كونيكتي واخا كلشي فيه هو هذاك. لهذا السهم دائما خصو يكون لتحت. كما تتشوفوا تيجي البوني تيجي معاه
هاد اللاكس هذا، دونك كنحطو اللاكس هنايا هاد الكاري، وكنديروا له هاد الفران هذا باش انه ما يخرجش من بلاصتو. دائما خصنا نجيبوه مقاد مع خوه بهاد الطريقه هذه، بحال هكا، ونعوجوه واحد شويه. كنجيو لهنا وكنركبو هاد الفيس هذا بهاد الطريقه هذه، والثاني كنركبوه لتحت بهاد الطريقه هذه. دونك ها هما بجوج بهم راكبين. اول حاجه تنديرو هو تركبوا البواني ديالنا بهاد الطريقه هذه بحال هكا، وبلا ما نساو اننا نركبوا هذه في بلاصتها.